الصديقين. هذا وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل معالي شينزو أبي رئيس وزراء اليابان في قصر الإمارات بالعاصمة أبو ظبي. وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في مختلف المجالات. الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقام حفل استقبال في قصر الإمارات على شرف معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له. ورحب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيف البلاد والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة تستغرق يومين، معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة المهمة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. وصافح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الياباني. بعدها تقدم كبار المسؤولين في الجانب الإماراتي للسلام على معالي شينزو آبي وأعضاء الوفد الياباني. وتبادل سمو ولي عهد أبو ظبي الأحاديث الودية مع رئيس الوزراء الياباني وعدد من أعضاء الوفد الياباني. وتخلل الحفل تقديم عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية قدمتها فرق الفنون الشعبية احتفاء بضيف البلاد. هذا وبحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع معالي شينزو آبي سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في مختلف المجالات. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بزيارة الدولة التي تعتبر شريكا استراتيجيا لليابان بفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتطورة بين البلدين الصديقين. حضر حفل الاستقبال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.